اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بالف خير. النهارده فيديو جديد ووصفه جديده من مطبخ عبير. النهارده هنعمل وصفه جميله جدا سهله جدا، يعني وصفه يعني كامله متكامله. النهارده هنعمل مع بعض التورلي او صينيه بطاطس بالخضار المشكل. طبعا صينيه التورلي بتاخد ايه معانا؟ بتاخد معانا فاصوليا، وبتاخد معانا بسله وجزر وكوسه، بس انا النهارده ده الموجود عندي فانا هعمل بيه. معانا بسله، معانا جزر، معانا بطاطس، معانا قرن فلفل مقطعينه ايه رفيع كده زي ما انتم شايفين، معانا بصلايه مقطعينها قطع كده، ومعانا توم طبعا، ومعانا صلصه، ومعانا طماطم. طبعا معانا ايه؟ ماده دهنيه طبعا، زيت وسمنه، والبهارات بتاعتنا فلفل اسمر وكمون وبهارات لحمه. اول حاجه هنعملها هنجيب بقى الصينيه بتاعتنا اللي احنا هنعملها. احنا طبعا هنسويها ايه الاول، يعني بتاع ربع ساعه على البوتاجاز، وبعد كده ندخلها الفرن. طبعا هنعمل معاها فراخ، بس هنسويها نسلقها عادي على البوتاجاز. اول حاجه هنعمل ايه؟ هنعمل الصينيه بتاعتنا. هنجيب بقى الصينيه اللي احنا ايه هنحط فيها ايه المكونات دي كلها مع بعض، اللي احنا ايه مخرطينها بالشكل دوت. طبعا ايه هنعمل التوم بتاعنا هنقطعه ايه قطع صغيره، مش هندقه ولا حاجه، كده هو بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده. وبعدين هننزل بالثوم بتاعنا بقى زي ما قلت لكم هنقطعه. طبعا الثوم بتاعنا ايه صغنن جدا، وطبعا فضه عندي، انا كنت جايبه كميه وفضه عندي، مش عارفه ايه السبب بقى، لو حد عارف السبب يقول لي. لان انا كنت بخزنه في الفريزر ايه مفروم، بس السنه دي ايه ما فرمتوش ولا حاجه، خزنته في البلكونه، فطبعا بالتالي فضه مني بالشكل ده كده. نقطع الثوم بتاعنا فصين توم مش كتير عشان المعده وكده، كده هم اصلا فصين صغننين جدا كده، هو بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين. صينيه سهله جدا وبسيطه، ممكن تتعمل من غير لحمه ومن غير اي حاجه، يعني تعمليها كده وحبه رز جنبها هتمشي برضو. وبعدين هننزل بايه شويه فلفل اسمر، حبه كمون كده، نص معلقه كمون، نص معلقه بهارات ايه لحم. وهن ايه نعمل ايه البصله بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين، ننزل العصاره اللي فيها. وبعدين هننزل بالايه بالبطاطس بتاعتنا، كده اهو بالشكل ده كده. وهنقلبها برضو ايه مع البصلايه والبهارات اللي احنا حطيناها. وهننزل بقى بالخضار بتاعنا كله زي ما انتم شايفين كده، الجزر بقى والفلفل الفلفل ده اختياري، لو مش عايزه تحطيه مفيش مشكله، بس انا حاطاه يعني بيدي طعم كده وريحه لصينيه البطاطس بالخضار النهارده. وهنقلب كل ده مع بعض كده بالشكل ده كده. الصينيه بتتكلم عن نفسها، فشكلها كده جميل جدا، فيها الوان كتير. انا بقى لو عندي كوسه وعندي فاصوليا كنت عملتها معاها طبعا، بس انا ما عنديش، انا لقيت دول موجودين عندي فانا قلت اقضي بالموجود بالشكل ده كده. خلاص. وهننزل بايه بعصير الطماطم، بسم الله كده، ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وهناخد برضو ايه معلقه صلصه، ننزل ايه بمعلقه ملح، وبعد كده هنظبط الملح بتاعنا، وهننزل بمعلقه صلصه عشان تعزز ايه من لون لان الطماطم عندي مش حمراء قوي. هنقلب بقى المكونات دي كلها مع بعض بالشكل ده كده. مش قادره اقول لكم الريحه بقى، الريحه جميله جدا جدا جدا، حتى سابع جدا. هنقلب بالشكل ده كده، وهننزل بايه مصمصنا الطبق اللي كان فيه طماطم، وهنروح بقى نعلق عليها ايه على البوتاجاز، هتاخد غلوتين وبعد كده ننزلها في الفرن. وتعالوا بقى نعمل ايه الفراخ بعديها. طبعا نسينا نحط الزيت، الماده الدهنيه، حبه زيت كده ومعلقه سمنه. وبعدين هنحط ايه نص معلقه سكر عشان الطماطم والحموضه بالشكل ده كده.
وهنقلب كل المكونات دي كلها مع بعض بالشكل ده كده. هنروح بقى نعلق على البوتاجاز عليها زي ما قلت لكم ايه، ربع ساعه على البوتاجاز، وبعد كده هندخلها الفرن. وبعدين ايه، تعالوا نسوي بقى الفراخ. تعالوا هنا بقى ايه نتبل الفراخ بتاعتنا. معانا فرخه او الكميه اللي انت عاوزاها. معانا فرخه ومعانا بصلايه مخرطينها بالشكل ده. نحط معلقه ملح ومعلقه بهارات فراخ، بتدي طعم جميل جدا للفراخ. وهنقلب بقى كل المكونات دي كلها مع بعض بالشكل ده كده اهوت. طبعا انا معايا اكتر من فرخه، بس انا حطيت دي عشان التصوير وكده. فهن ايه نغرز الفرخه بتاعتنا كده عشان ايه التتبيله بتاعتنا تخش في كل مكان في الفرخه. طبعا انت ممكن تحطي الفراخ في الصينيه وتسويها مع الخضار، بس انا ايه حبيت اسلقها، يعني ولادي بيحبوها بالطريقه دي. يعني انا بقول لك ممكن تحطي ايه الفراخ في وسط الخضار اللي احنا معلقين عليه. هنجيب بقى البصل والبهارات بتاعتنا، وهنتبل الفرخه بتاعتنا بالشكل ده كده. هنسلقها سلقه عادي على البوتاجاز. انا سلقت معاكم قبل كده الفراخ. واول ما تطلع بقى نحطها ايه على وش الصينيه، ونحطها في الفرن تاخد لون ايه ذهبي جميل كده اهو بالشكل ده كده. هنروح بقى نسلقها بقى ايه على البوتاجاز، وبعد كده نشوف هنعمل ايه. زي ما انتم شايفين صينيه البطاطس ايه على البوتاجاز بالخضار. هنوطش عليها طبعا لما غليت. هنجيب حله طبعا نسلق الفراخ. انا سلقتها معاكم قبل كده كذا مره، بس هسلقها تاني للبنات اللي لسه بتتعلم ايه الطبخ، سنه اولى او سنه اولى ايه سنه اولى طبخ، سنه اولى جواز. هننزل بالايه بالخضار بتاعنا بالفراخ بتاعتنا بالشكل ده كده، وناخدها تشويحتين، وبعد كده ننزل بميه سخنه. اهم حاجه ننزل بميه سخنه، ما نحطش ميه بارده على الفراخ عشان ايه طعم الشوربه يبقى مسكر وحلو. وننزل بالبصل بتاعنا بقى اللي فيه البهارات بقى والفلفل الاسمر والملح بقى، نشوحها كويس جدا. نحط البصل كله. طبعا البصل زي ما انتم عارفين غالي جدا جدا، فايه مش عايزين نسيب فتفوته. نجيب بس معلقه نقلب فيها الفراخ بالشكل ده كده اهو عشان ما تلزقش مننا. اهم حاجه نشوحها كويس جدا عشان ايه الفراخ لما بتتشوح لو فيها زفاره ولا حاجه بتطلع. طبعا احنا غسلينها كويس جدا ونقعنا في ملح وليمون وخل عشان الزفاره. ما ننساش بقى معلقه الدقيق برده في التشويح اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. معلقه الدقيق نحطها في الميه بتاعت النقع. هنقلب بقى الفراخ بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين، وبعدين هنجيب الميه السخنه وننزل عليها، وبعدين هننزل بطماطمايه. طبعا الطماطمايه بتخلي طعم الشوربه جميل جدا. طبعا شوربه الفراخ بعمل بيها ايه، بعمل بيها المحشي. طبعا ما ينفعش تعملي بقى خضار ولا اكل، يعني هي اخرها بس المحشي عندي انا. ففي ناس بيعملوها يعني بيعملوا بقى اكل، بس انا ما بحبش اعمل بقى اكل. انا اخري اعمل بيها شويه محشي لا اكتر ولا اقل. هنقلب بقى ايه الفراخ بتاعتنا كده ونشوحها كويس زي ما قلت لكم بالشكل الجميل ده كده. وبعدين هننزل بايه بالميه بتاعتنا السخنه زي ما انتم شايفين كده. اهم حاجه تكون سخنه بس كده. هنغطي بقى على الفراخ لغايه ما تستوي، وبعد كده نطلعها نحطها في ايه في صينيه التورلي او صينيه البطاطس بالخضار. ده بقى شكل صينيه الخضار المشكل، بطاطس على بسله على جزر. طعمها وريحتها روعه روعه روعه. وشفتوا الفراخ وجمالها بجد والله الجمال عدى الوصف زي ما انتم شايفين كده. طبعا الفراخ بعد ما سلقناها حطينا عليها كاتشب وعصير طماطم ودهناها بيها ودخلناها ايه مع صينيه البطاطس بالبسله بالخضار. طريقه جميله جدا وسهله، ممكن تعملها طبعا من غير فراخ ولا لحمه ولا اي حاجه، وتبقى وجبه جميله جدا وسهله وبسيطه ومش مكلفه خالص. طبعا بقى لو عجبكم الفيديو متنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناه عشان يوصلوك كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.